عندما تبحث عن اسم سعد المجرد ستجد أنه فنان متعدد المواهب، فهو في الوقت نفسه مغنٍ، راقص، ممثل، كاتب كلمات، ومنتج لموسيقى البوب الغربي. كما إنك ستعرف أنه مغربي الأصل، مسلم الديانة، ظهر إلى الحياة في 7 أبريل من عام 1985. سعد المجرد كان زميلا للفن منذ مهده، حيث إن والده البشير عبده فنان وأمه نزهة الركراكي ممثلة. تعلم المجرد الموسيقى في إحدى المخيمات الصيفية في صغره، وذلك بحسب رواية والدته، التي أضافت أيضا أن والده أخذه معه مرة إلى برنامج تلفزيوني كان ينقل على القناة الأولى المغربية، فطلب سعد من مقدم البرنامج أن يمنح فرصة له للغناء، واختار أغنية لعمرو دياب لإلقائها، وكان إلقاؤه مميزا للغاية، مما أثار إعجاب جميع من حضر حينها. حتى والده الذي لم يكن يعلم بالموهبة التي أنجبها قرر صقل موهبته مباشرة. وأضافت والدته في نفس الحديث أن سعد المجرد تعلم أيضا استخدام البيانو في صغره، وقد كان موهوبا به، مما دفعه إلى مرافقة والديه في جميع الحفلات فقط ليحظى بفرصة الجلوس قرب فرق العزف. في شبابه التحق سعد المجرد معهد الموسيقى، ثم أكمل دراساته في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن عشقه وغرامه بنغمات الموسيقى دفعه للمشاركة في برنامج سوبر ستار لسنة 2007. حينها لم يكن سعد المجرد اسما يذكر على أي لسان، إلا أنه حل في المرتبة الثانية وقد لقب بخوليو العرب. رغم هذا الإنجاز فإن سعد المجرد لم يدعم من أي طرف ليترك الشاشة الصغيرة لسنين، ويعود سنة 2009 بكليب من إنتاجه لوحده لاقى استحسانا بسيطا من الشباب المغربي. انتشار صوت سعد المجرد انطلق فعليا ابتداء من سنة 2012 عندما نشر أغنية سالينا التي أحدثت ضجة في الخليج العربي، ومن ثم انتشرت نغماته أكثر سنة 2013 في المغرب بإطلاقه أغنية مال حبيبي مالو، التي ستحدث ضجة أكبر فيما بعد عند تحولها إلى فيديو كليب. فيما بعد نشر الشاب المغربي أغنية انتي باغية واحد، التي حققت انتشارا غير منتظر في جميع الدول العربية بأجمعها، وذلك حين حصدت أكثر من 54 مليون مشاهدة على منصة اليوتيوب. وختاما كسر سعد المجرد جميع الأرقام القياسية العربية في مايو 2015 عندما أطلق أغنية المعلم، حيث بلغت إلى حد اللحظة ما يزيد عن 700 مليون مشاهدة. لكن في أغسطس من عام 2018 أعاد سعد المجرد لفت انتباه الجميع، إنما بطريقة قد لا يحسد عليها، حيث اتهمته شابة في 29 من عمرها باغتصابها تحت التعنيف، وذلك في مدينة سان تروبي الفرنسية في إحدى المنتجعات، لتتناقل وسائل الإعلام الخبر وتقلب وسائل التواصل الاجتماعي رأسا على عقب، حيث إنها المرة الثانية في سنتين التي يتهم فيها الفنان بالاغتصاب بعد سنة 2016، خصوصا أن القضية الأولى لم يتم حلها بعد. محامي الفنان المغربي جان مارك فيديدا أكد بداية في إذاعة فرنسية أن العلاقة بين سعد والفتاة التي اتهمته تمت بالتراضي ولم تكن اغتصابا بحسب ما وصفته الفتاة، وأن هذه الأخيرة التقت بالمجرد في إحدى العلب الليلية. قضية سعد المجرد شهدت عدة تطورات. أولا، إن محاميه طلب من القضاء إطلاق سراحه مؤقتا مقابل كفالة مالية، إلا أن القاضي رفض ذلك، ولكن الطلب الثاني تم قبوله في سبتمبر، حيث أطلق سراحه وقتيا بشرط إقامته جبريا في منزله بفرنسا وسحب جواز سفره. في النهاية أنصف القضاء المتهم سعد المجرد ليعلن في 19 من نوفمبر براءته في القضية الأولى، والتي كانت داعما مهما له في القضية الثانية، حيث أطلق سراحه في 6 من ديسمبر عام 2018 وأعلنت براءته التامة من القضيتين. خبر خروج المجرد من السجن نجم عنه عدة ردود أفعال من بعض المشاهير، حيث هنأه كل من ميمي لوكلا ومحمد نوبال وحسناء زلاع وزياد برجي. أما من ناحيته
وقد احتفل سعد المجرد بإطلاق سراحه عبر كليب أغنية بادليكي. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لمعرفة عدد المسلمين في هذا الفيديو، ولا تنسى الصلاة على النبي في كومنت. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لمعرفة عدد المسلمين في هذا الفيديو، ولا تنسى الصلاة على النبي في كومنت.